عيون واشنطن على تركيا. تفاصيل سقوط المسيرة الهجومية ريبير الأمريكية في البحر الأسود التركي. تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز سو 27 بعد اصطدامها بالمركبة الجوية الأمريكية بدون طيار MQ-9 ريبر، ما أدى لسقوط الطائرتين في البحر الأسود لتركيا. ولكن تدور الكثير من التفاصيل الخفية حول ملابسات هذه الحادثة. وفي بيان صادر عن القيادة الأوروبية الأمريكية حول هذا الموضوع، جاء فيه أن طائرة سو 27 الروسية حلقت عدة مرات قبل الاصطدام أمام المسيرة MQ-9 بطريقة متهورة وغير مهنية تظهر نقصا في الكفاءة علاوة على كونها غير آمنة. ووفق المعلومات لم يعرف حتى الآن إن كان إسقاط المسيرة الأمريكية مقصودا من روسيا، حيث يفيد محللون أن مصير حطام MQ ريبر التي سقطت في البحر الأسود ليس معروف